بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم وعيد مبارك سعيد على الجميع. اليوم بغيت نتكلم شوية على قضية الإخوان ديالنا اللي في تندوف على الصحراء المغربية. طبعا اللي العالم كل اليوم عارف بأن المسألة تتجه نحو الحسم بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن القرارات 27-97 اللي كيأكد مغربية الصحراء، كيف كيأكد بأن هذا الحل السياسي وواقعي ودائم. وبهذه المناسبة ديال عيد الفطر المبارك ما فيها باس نعطي رأيي الشخصي لكوني مغربي وجدودي من الصحراء المغربية. ومن هذا المنطلق عفوا نوجه كالعادة كلمتي الصادقة لإخواننا الصحراويين اللي في تندوف، ونقول لهم أنتم أهلنا وإخواننا، والوطن يبقى وطنكم وأبوابه مفتوحة أمامكم، وما تعطيوا عقلكم من غيركم. أما الخلافات السياسية فهي شيء طبيعي كتوقع، لكن الأخوة كتبقى هي اللي كتجمع المغاربة، بمعنى المغرب بلادكم ومستقبلكم، والعيش بين اخوانكم واهلكم في وطنكم مرفوع الراس. شرف كبير لكم ولبلدكم اللي هو المغرب. ورسالتي رسالة محبة وتعبير صادق، والرغبة فيه هو لم الشمل يسود التسامح. هما اللي خاص الإخوان ديالنا هو يأمنوا بأن باب الرحمة مفتوح، والعودة إلى الصف الواحد هو من أحسن صور القوة والوحدة للعودة إلى أحضان الوطن الأم، والرجوع بإرادة حرة. قرار شجاع وعنوان قوة ما هو ضعف، وبداية مشرقة لمستقبل الأجيال القادمة. وما تنتظروا من أي جهة تملي عليكم ولا ترشدكم من غير إخوانكم وعائلتكم اللي مشتاقين للقاء بكم في وطنكم، طبعا في الصحراء المغربية. لأن الهدف ديال الناس اللي ماشي في مصلحتهم هذا الكلام راه باين. الهدف بمعنى الهدف ديالهم هو يعقدوا الأمور أكثر، لكونهم ما عندهم ما يخسروا. كل شيء على ظهر الشعب، والضحية هو انتم. وهذا راه باين وواضح وضوح الشمس. وما عندنا ما نقولوا مازال غير الله يهدي ما خلق. ولهذا فيقوا شويه، تركوا ما تركوا حد يلعب بكم الضامه ولعب الضامه راكم عارفينه، وتمشيوا معاه في الطرح الخاوي. واللي خصكم هو تلعبوا دوركم وتركوا عندكم اللي عينوا في يعطيك اثنين ويجمع لك ثلاثة والضامة. فهمتوا المعنى؟ راكم واحدين لهم في يديهم، منين تحفى لهم يلوحكم للتوش. المهم المغرب إلى حد الآن راهو يحميكم، لكونه واعي بما يروج في عقول الخصوم. لكن اللي اختار يعيش في الوهم راني نخاف عليه، لا يكون مصيره مجهول. هذا راهو من باب النصح لا غير، وما هو تهديد. راه منكم اللي عارفين باللي المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وما يقارب 85% من الصحراويين الحقيقيين ضريق راهم في وطنهم المغرب، ما يحتاجوا حتى الحكم الذاتي. وانتم ما عليكم الا تفهموا اللعبة قبل ما يفوت الفوت، لأن الأيام تمضي والفرص يمكن ما تكررش. ومن الحكمة اغتنم الإنسان وقت الصفا قبل أن يطويه الزمن. وكلامي الطيب للجارة الشقيقة على أن الشعوب تبقى دائما أكبر من الخلافات وأعمق من أي تباعد، وأفضل شيء يشدوا الطريق الصحيح ويفكروا باللي احنا خوت وجيران كتجمعنا أواصر الدين واللغة والتاريخ. وما ينسوا بأننا شعبان شقيقان، واللي بينهم أكبر بكثير من أي خلاف. وعليه ما خص الإنسان يفتش على اللي ما هو خالق واللي ما يخلق. ومن جهة أخرى نقولوا لبعض الإخوان من كلا الجانبين كفوا شوية من تحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة السب والشتم والكلام الجارح. واللي واجب علينا كاملين هو نحافظوا على أخلاقنا
وقيامنا، ونتذكروا دائما باللي الاحترام المتبادل هو أساس الأخوة. ولهذا تركوا الكلام الزائد والجدال العقيم، ونشروا بدل ذلك كلمة طيبة والدعوة للوحدة والتقارب بين الشعوب، لأن المغاربة والجزائريون كيفما كان الحال خوت، والجار يبقى جار، واللي كيجمعهم غادي يبقى دائما أقوى من اللي يفرقهم. ومن هذا المنبر نتمنى إن شاء الله يكون خير، واللي خارج الطريق يرجع للصواب. ونختم بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم.